السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ويوم سعيد عليكم النهاردة من أيام دوري أبطال أفريقيا. أولا كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم إن شاء الله، ويعود عليكم الأيام بخير. النهاردة الأهلي كان بيلعب الساعة 6 أمام القطن الكاميروني، وقدر إنه يكسب بنتيجة عريضة جدا، تعتبر هي أكبر نتيجة النادي الأهلي بيفوز بيها خارج أرضه في دوري مجموعات. قدر إنه يفوز بنتيجة 4-0، والكهرباء قدر إنه يحرز هاتريك. مباراة كانت في المتناول جدا، النادي الأهلي كان مسيطر على مجريات اللقاء كله، ما كانش قدامه منافس ند يعني. قطن على قده خالص يعني لحد الآن في كل الجولات اللي هو لعبها ما قدرش يجمع ولا نقطة، لا قدر انه يفوز بسهولة كبيرة جدا. وزي ما قلنا كهرباء احرز هاتريك وبيرسي تاو احرز هدف. والفكرة كلها كمان ان يعني بيرسي تاو في المباريات اللي فاتت بدأ انه يتألق. انا مش عارف الموضوع ده ليه علاقة بانه بيلعب بره مصر، يمكن لعب جوه مصر مش جاي على هواه ولا ايه، مش عارف يا جماعة. بعد كده بقى نلعبه بره مصر يعني. الراجل لما بيخرج بقى يعني بره بيبقى بيرسي تاو تاني غير اللي بيلعب عندنا في الدوري المصري او جوه مصر او في الماتشات بتاعت مصر. يعني الراجل في صن داونز جايب جون النهارده، جايب جون وعامل 2 اسيست للكهرباء. كهرباء اللي اول ما اتصاب في دماغه ودماغه اتلفت بدا يشتغل. انا مش عارف يعني يا عم كهرباء ما تقعدش مع طاهر كتير يعني. طاهر نفس الموضوع، لما دماغه بتتلف بيبدا يشتغل ويبدا يجيب اجوان. فانا من هنا بناشد دكتور النادي الاهلي انه يلف دماغ لاعيبه النادي الاهلي كلها، جاز يعني يحصل جديد ولا حاجه. نتمنى صعود النادي الاهلي، ونتمنى ان النادي الاهلي الحظ يكون معاه، لان مصيره مش في ايده للاسف. محتاج بكره ان نادي الهلال يتعادل او يخسر امام صن داونز، والمباراه هتكون في السودان. نروح للمباراه وللقاء اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي، وهو لقاء الزمالك وشباب بلوزداد. شباب بلوزداد يا جماعه متقدم على الزمالك 2-0، وبكده تنتهي امال نادي الزمالك على الاطلاق، ويصعد الترجي رفقة شباب بلوزداد، ويبقى الزمالك والمريخ ويودعوا البطوله قبل انتهاء مباريات المجموعات. يعني اداء نادي الزمالك ما كانش احسن حاجه، ولكن كان في فرصه ضيعها سيف الدين الجزيري بغرابه شديده جدا امام المرمى. راجل عدى من وسط 2 مدافعين وحط الكره ما بين رجلين الجون، ما كانش لازم ياخد حطها ما بين رجليه، ولكن جت كده بقى ما تفهمش. شباب بلوزداد قدر يخطف الفوز بهدفين ورا بعض. الهدفين بصراحه يعني انا مش فاهم دفاع نادي الزمالك في كوارث، وانا قلت الكلام ده اكتر من مره ان في كوارث في دفاع نادي الزمالك يا جماعه. الهدف الاول الراجل بيعدي من الجنب بمنتهى الاريحيه، يحط الكره لتحت، بتقلش من واحد تلاقي الثاني يخش يحطها على شمال محمد صبحي. الكره الثانيه كره ثابته، تمركز خاطئ من دفاع نادي الزمالك، والمان اللي كان ماسك الراجل اللي جاب الجون، الراجل لدرجه ان هو ما جابش الكره بدماغه، جاب بصدره وجابها برجله تاني. يعني الجون بصراحه حاجه صعبه جدا يعني. ولكن تنتهي امال نادي الزمالك في الصعود لدوري ابطال افريقيا. ربنا يستر علينا بكره والله. يعني انا مش هتكلم لان احنا لسه عندنا ماتش بكره بتاع الهلال وصن داونز، هنشوف بقى ساعتها هنتكلم ولا مش هنتكلم. لكن ده حال الكره المصريه يا جماعه. احنا خلاص مصايرنا ما بقتش في ايدنا، بنستنى هدايا من الاخرين. ولكن خلاص مش هنتكلم في اللي فات بقى. عايزين يعني بنتمنى يكون في نتيجه بكره تكون تساعد النادي الاهلي. وهارد لك لنادي الزمالك الخساره من شباب بلوزداد وتوديع دوري ابطال افريقيا من دوري المجموعات. والله اعلم بقى هيبقى مصير فيريرا ايه، ولا الدنيا هيبقى فيها ايه. هيحصل قلبان في نادي الزمالك بعد اللقاء ده. وبيصفر الحكم ويعلن انتهاء مباراه الزمالك وشباب بلوزداد بفوز شباب بلوزداد 2-0 على نادي الزمالك. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبك اعمل لايك وفولو للصفحه على الفيسبوك، ولو بتتابعني على اليوتيوب ما تنساش الاشتراك في القناه ولايك للفيديو. سلام.